انت مش لوحدك. مطعم بقالي، اهلك وناسك. شيخ حسام، لو عايز اعمل اطعام حوالي 50 وجبه مثلا في مطعم في سوطه ووزعهم للناس اللي بتبقى قاعده قدام مستشفى الشاطبي، تتكلف حوالي كام؟ تعالوا. الجدير بالذكر هنا ان اللي بيتصدق مش بس الغني، ولا عمر الصدقه كانت حكر على الاغنياء، بل بالعكس الفقراء كمان هم كانوا بيتصدقوا لما بيشتد عليهم الفقر. تخيل لما تبقى شديد الفقر وعشان تخرج من الفقر ده تشوف ايه اللي انت تملكه وتقدر تتصدق بيه على الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى يخلف عليك ويخرجك من الفقر. ويا جماعه، الصدقه عمرها ما كانت فلوس بس، بل بالعكس الابتسامه صدقه، الحضن صدقه، الطبطبه صدقه، جبران الخاطر صدقه. لو عندكم اي انواع صدقات تاني اكتبوها لنا في الكومنتات. خلي الناس يا جماعه يبقى عندها وعي في الصدقات. دعمك لينا ونشرك للفيديو ده نوع من انواع الصدقه. تخيل لما تبقى تكون سبب رزق ليا والناس تانية كتير. فانا لازم اشكر صاحب الكومنت الجميل ده ونقول له العنوان سوطه الازاريطه بجوار مكتبه الاسكندريه قدام ارض كوتا داخل فود كورت. ودي هنسميها وجبه الخير، واللي بتكون عباره عن مكرونه بصوص الجبنه ومعاها فراخ. تقدر تطلبها لوجه الله لو عايز توزع على اي حد غلبان. عندك بتبدا من اول 80 لحد 150 جنيه. الفرق الوحيد في كميه الفراخ. وما تنسوش دايما ان بقالي بيحبكم. والوجبه دي بيكون معاها مخلل وكاتشب وبطاطس. ودي وجبه الخير عندنا اللي معموله من افضل الخامات. هل ممكن تبقى احسن من كده؟ اكتبوا لي في الكومنتات.